بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل غدا بسرعة كده، هيبقى سهل ان شاء الله. معلش يا حبايبي على صوت عشان انا عندي برد، فهنعمل غدا بسرعة كده برضو. انا جايبة لحمة اهو. فالاول هحط الحلة اهي بمعلقة سمنة بلدي، وهشوح اللحمة. هحط معاها طبعا الدهن بتاع اللحمة ده عشان يتشوح فيها معاها مع اللحمة، ده بيدي لها طعم حلو. انا هحط شويه كده واتشوح يا دوب تشوف حاجات بسيطه كده، واحط اللحمه. انا بشوحها، في ناس بتسلقها بس انا بشوحها بيبقى طعمها حلو برضه. واحط بقى اللحمه كده اهو. غسلت اللحمه طبعا شطفتها. في ناس بتقول ما بنغسلهاش، بس انا شطفتها كده وبمعلقه خل عشان بس الجو، انتوا عارفين اليومين دول. فحطيت لها معلقه خل كده وشطفتها. انا حطيتها اهوت تتشوح، وما بحطش عليها حاجات كتير، يعني اللحمه بالذات ما بحطش عليها حاجات كتير. هي بصلايه كده بقطعها 4، بقطعها كده 4، وبحط لها بقى، ما بحط لهاش قوطه، ما بحط لهاش فلفل رومي، ما بحط لهاش الحاجات دي. اللحمه بالذات ما بحط لهاش الحاجات. هحط لها بقى معلقه فلفل اسود اهو، مش كتير عشان الشوربه ما تبقاش غامقه. وهحط لها بهارات المشكله بتاعتنا العاديه اهي. وهحط لها سنه قرفه صغيره خالص كده مع الشوربه، واللوري وجوز الطيب والحبهان اهم برضو احط شويه معاها. واحط مع اللحمه، انا بحط لها نص معلقه سكر اهي تشوح بيها. وما بتيجي تشوح كده بقى، اما تيجي زي كرمله كده، واقوم حاطه لها الشوربه هوريكم معاها. وبحط كمان حوالي نص معلقه خل. انا بحط كده عشان تطهر لو في حاجه، لو في ميكروب ولا حاجه. وكمان الخل بيساعد على سوى اللحمه بسرعه. انا هحطها اهو تتشوح بقى، عشان كده العين كنت مطيت العين عشان السمنه كانت سخنت قوي. وانا حطيتها اهو تتشوح. وهجهز بقى الخضار اللي هعمله فيها في الصينيه. هجهز معايا بطاطس، هجهزها اقشرها واقطعها، ودي تتشوح. ما تتشوح ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، خلاص اللحمه بتتشوح اهي، بس لسه فيها شويه ميه. انا هسيبها شويه كمان على ما تشرب الميه دي خالص زي ما قلت لكم. وانا حاطه لها مطيه على ميه سخنه، عشان دي لازم تتزود ميه سخنه. انا مطيه على ميه سخنه اهي، هزودها بيها. هسيبها لما تشرب خالص كده، ونجهز بقى الحاجات بتاع الخضار. انا هعمل النهارده اللحمه، اعملها في صينيه بالخضار. معايا بطاطس قطعها اهي دواير اهي، قطعتها وغسلتها وشلتها كده، حطيتها في ميه على ما اخلص. والخضار ده انا معايا خضار واخداه تشويحه كده في نقطه زيت، خضار زي السوتيه كده. انا واخداه تشويحه كده، وكنت عامله معاه برده جزر، عامله جزر وبسله وفاصوليا، وكنت عاملاه شوحته كده، وكنت شايلاه عندي. طلعت اهوت هو متشوح جاهز. ومعايا عصير طماطم. وهقطع بقى البصل معاكم اهو، مش هقطعها كبير ولا حاجه. انا موطيه كده النار على الصينيه دي. الصينيه اللي انا هعمل فيها على طول. انا بحب اعمل الخضار والحاجه في الصينيه دي عشان تبقى كبيره بتاخد. اقطع بقى البصله، انا موطيه العين عليها من غير دهون ولا حاجه. اعملها الاول من غير دهون. انا مولعه كده عشان احط عليها التوابل والحاجه. بس في الاخر بقى هحط عليها معلقه سمنه بلدي. مش عايزه احط زيوت ولا حاجه مع اللحمه. انا مشوحه كده اللحمه بمعلقه سمنه بلدي برضه. هخرطه كده، مش شرط هو يكون حتت كبيره مش مشكله. طبعا البصل هحط عليه باكو مرقه. طبعا كده انا هحط عليه القوطه، بس هحط برضه نص معلقه سكر. اي حاجه فيها قوطه تحطي عليها نص معلقه سكر. وهحط فلفل، وهحط بهارات، نص معلقه بهارات. وهحط نص معلقه كمون عشان الخضار اللي في الصينيه. وبرده نص وربع معلقه قرفه صغيره اهي. والحبان على الورق اللوري برده هحط حبه صغيرين. هفصل
حطيت التوابل بتاعتي معايا اهي خلاص، انتوا كده حفظتوها. وحطيت طبعا السكر. انا هعمل بايدي، همسك دي بايدي كده، انا مغطيه الصينيه عشان تبقى سخنه، عشان لما اجي احط القطه والخضار تبقى الصينيه سخنه معايا. هدعك اول خضار ده بالتوابل اللي انا حطيتها دي معاكم كده اهي. لما ريحته تطلع هشوف ايدي واقطع معاه برده. انا عامله فلفل اهو، انا بحب الفلفل الرومي والاخضر والحاجات دي في الاكل، ده طعم حلو. المره التانية بقول لكم معلش بس عشان صوتي، انا صوتي مش، يا رب تبقوا سامعينه عشان انا عندي برد معلش. قطع الفلفل اهو، يعملها كده الصينيه دي هنعملها ايه، ني في ني، تبقى خفيفه. وكده هحطها في الفرن وهتبقى خفيفه يعني مش تقيله، عشان لو زي حالاتنا كده عندنا برد ما تبقاش خفيفه الاكله دي، ما تبقاش تقيله قوي علينا. ده قرن فلفل احمر كمان اهو. واللحمه اما تتشوح هوريها لكم عشان احط عليها شويه ميه، عشان انا عايزه شوربه، عشان اعمل شوربه لسان عصفور، عشان انا عايزه شوربه جنب الاكل. انا مستنياها بس تتشوح شويه وبعد كده ايه اوريها لكم. ده كله تقليبه كده لما ريحه التوابل كلها تطلع اهي اهو كده. ريحه التوابل كلها طلعت. انا قلت لكم مش هحط لها دهون ولا زيوت ولا اي حاجه، عشان احط لها في الاخر معلقه سمنه بلدي. هحط بقى عندي عصير قوطه اهو حطيته. اعلي بقى النار عشان انا كنت موطياها. صينيه خضار باللحمه كلها ني في ني كده، تبقى خفيفه علينا وتبقى طعمها جميل قوي. هات الملح يشرق، اجيب الملح احط برضو الملح بتاعها اهو. هتبقى اللحمه يدوب 3/4 سوا ايه يعني، اللحمه عادي احط ملح هنا عادي، لان انا هخليها تستوي تبقى ناقصه حاجات بسيطه على السوا. مجرد ده ما يغلي اهي، بصوا اللحمه اهي خلاص قربت تشرب ميتها، والميه السخنه اول ما تشرب ميتها واشوحها كده هنعلي على دي بقى اهي تغلي. اول ما تغلي هنزل عليها البطاطس. اهي بدأت تغلي اهي، هصفي البطاطس واحطها عشان تغلي معاها. احط بقى البطاطس التاني، الخضار التاني واخد ايه تشويح، انما البطاطس هخليها تغلي هي الاول غلوه وبعد كده احط الخضار. طاجن بقى ترلي بالخضار، ترلي باللحمه، صينيه خضار في الفرن باللحمه، اللي عايز يسميها بقى زي ما بعملها. انا بعمل صينيه بطاطس بالخضار في باللحمه كده في الفرن. اغطي عليها بقى شويه واسيبها تاخد غلوتين كده مع بعضها، واما اللحمه تبدا تتشوح كده وتتكرمل مع شويه السكر اللي حطاهم ارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي خلاص اللحمه اهي، بصوا ده اللون اللي انا عايزه اوصل له اهي، اتكرملت من تحت بقى اللون بتاعها. بصوا اللون اللي تحت ده بقى متكرمل كده من معلقه السكر اللي انا حطيتها مع التشويحه بتاعتها. خلاص كده خلاص اهي. هحط لها بقى ايه ميه سخنه، انا مسخنه ميه بزياده اهي، احط لها ميه سخنه اهي وهسيب النار عاليه عليها. اول ما تغلي هي كده خلاص دخلت في السوا، خلاص غلوتين ولا 3 عشان تعمل شوربه. واول ما تغلي هعملها اطلعها واوريها. وانا حطيت بقيه الخضار اللي انا عاملاها متشوح اهو. بصوا بقت الالوان شكلها حلوه ازاي والخضار شكله حلو ازاي في الصينيه. انا هخلصه بقى هو كده، مجرد ما البطاطسيه دي تخش في السوا برده هتكون اللحمه خلاص قربت تستوي، واجيب اطلع بقى اللحمه واحطها هنا وهوريها لكم ما اخلص. اما اللحمه بس تغلي غلوتين وهوريها لكم ما اخلص وارجع لكم تاني.
بصوا يا حبايبي خلاص اللحمه استوت اهي. بصوا شربتها بقت جميله ازاي ولونها جميل، تبقى حلوه قوي. خلاص كده خلاص فاضل لها ايه حوالي يعني 10 دقايق في الفرن يا دوب تنشف مع الخضار. هنطلعها بقى معاكم اهو وهرصها هنا في الصينيه. انا حطيت كبشه شوربه من اللي معاكم من اللي قدامك دي اللي قدامنا دي في الصينيه هنا، زودت بقى الخضار. هطلعها بقى وارصها كويس في الصينيه وانا ولعت الفرن يسخن اهي. طلعها كلها اهي وما بزودش الشوربه. لو عايزه تزودي الشوربه بقى بعد ما تطلعي اللحمه، عشان لو زودنا الشوربه وهي واللحمه جوه لسه بتدي ايه متبقاش طعمها حلو. انا بطلع اللحمه خالص بعد ما تستوي وبعد كده ازود الشوربه ميه زي ما انا عايزه. نولعها عليها طبعا تحت النار هي بتغلي عشان تبقى داخله الفرن سخن. اهو اوزعها طبعا كده، احطها كلها في الصينيه كده اوزعها كده اهو، انزلها جوه الخضار اوزعها على الوش كده زي ما انتم شايفين. اللي في ايدي دي معلش السكينه على طول لما بسنها شويه تبقى حاميه تعمل في ايدي كده لازم تعورني اهي. انزلها كده عشان تشرب في الخضار وتشرب من الصلصه دي، يبقى الطاجن ده طعمه حلو قوي. اللي عنده طاجن طبعا يقضيه يحط فيه. ودي معلقه سمنه بلدي زي ما قلت لكم، هحط بقى على الوش كده معلقه سمنه بلدي. مش عايزه زيت ولا حاجه ولا عايزه اي دهون تقيله. السمنه البلدي على فكره مفيده احسن من السمنه العاديه اللي احنا بنشتغل بها في الاكل، تبقى مفيده قوي وحلوه. السمنه البلدي دي محدش يقول لك بتعلي الدهون بتعلي الكوليسترول الكلام ده مش صح. السمنه البقري الفلاحي احلى من السمنه العاديه اللي في العلب اللي احنا بنطبخ بيها، وصحيه ما هياش لا بتتخن ولا اي حاجه. السمنه دي صحيه اهو. وكده ظابطين حدقها وملحها وكله. الصينيه دي بقى هتخش الفرن طبعا. هحطها كده كده دي مستوي وده مستوي يعني مش هغطيها، هدخلها الفرن مكشوفه كده عشان وشها كمان يتحمر. بصوا انا عملت ايه كمان، انا عملت لسان العصفور. انتوا طبعا كده كده الكل بيعرف يعمل لسان العصفور. حمرت اهو بس ما زودتوش في الاول شوربه، زودت كوبايه ميه على ما اجي بقى ساعه الاكل بعد كده عشان ايه بيشرب الشوربه، انما الميه مش هيشربها كتير. ساعه الاكل بقى هزودها شويه ميه ايه شويه شوربه من الشوربه اللي انا عاملاها دي. ودي منظر الشوربه بتاعتنا، بصوا شكلها عامل ازاي، دسمه وجميله قوي وحلوه. نزودها بقى شويه ميه وفي نفس الوقت ما عليهاش قطه تسودها ولا حاجه. هدخل دي بقى معاكم الفرن وهنعمل معاها رز بشعريه. طبعا انا عملت معاكم رز بشعريه قبل كده. هدخل دي بقى الفرن واكمل معاكم رز بشعريه واما اخلص اوريكم كله.